السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ الفيديو ده انا كنت مأجلة ان انا اعمله فترة، وافتكر جه الوقت اللي لازم اعمله فيه. انا مين؟ بعمل ايه هنا؟ وايه هدفي من الشانل دي بالظبط؟ بكل بساطة، انا اسمي ياسمين محمد، طالبة في طب بيطري سنة رابعة، لسه قدامي سنة واتخرج، ادعولي اتخرج على خير. امي تبقى رشا خيري، معروفة بأم احمد، واغلبكم من عندها. وعلى فكرة أغلبكم كومنتاتكم فوق دماغي، والله العظيم انتوا ناس راقية ومحترمة جدا جدا جدا. شكرا لكل كلماتكم الجميلة والله. طيب، أنا من ساعة ما قلت إن أنا هطلع على سوشيال ميديا، أيا كان البلاتفورم أو أيا كان الابليكيشن اللي أنا هطلع عليه، فياسمين انتي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن أكتر من حاجة. أولها شكلك قدامهم، اطلعي بشكلك عامل ازاي، اسلوبك، هتتكلمي ازاي، طريقة كلامك، المعلومة اللي هتخرج منك أو الكلام اللي هتقوليه، فأنتي مسؤولة عنه قدامهم وقدام ربنا كلهم. أنتي كل الحاجات دي أنتي مسؤولة عنهم قدام الناس، ومسؤولة عنهم قدام ربنا عز وجل. طيب، اقتداء بمين؟ اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سمبلي أو بكل بساطة، المعلومة اللي هتخرج مني ما كانتش قيمة وما كانتش مفيدة وهتفيد غيري، فياسمين ما تتكلميش فيها او ما تقربيلهاش اصلا. فمعلوماتك، الفيديوهات اللي هتعمليها، ايا كان اللي هتعمليه، لازم يكون مفيد لدرجة ان حد فعلا يستفيد بيه او يبقى اوكي الست دي بتقول كلام محترم. فده انا بعمل ايه هنا. طيب، انا الحمد لله ربنا خصني بكلية مختلفة، انا شايفة انها مكان عظيم. يعني الواحد لو اشتغل على نفسه حبة حلوين وقدر ان هو ربنا يكرمه فعلا بانه ينقذ الارواح حواليه او يحاول يساعد في شفائهم، فده انا حاجة بحمد ربنا عليها للنهار، فالحمد لله. طيب، فأي معلومة ربنا بيخصني بيها تبع الكلية بحاول أشاركها مع حضراتكم علشان ما وقفش الخير عندي. بس حضراتكم أغلبكم أو أغلب الناس دلوقتي في مصر أو برا مصر بقت بتربي حيوانات بقى أليفة، قطط، كلاب، أيا يكن. فالناس محتاجة معلومات إزاي يعتنوا بالروح اللي ربنا حطها فيه. فبحاول قدر الإمكان إن أنا أمرر المعلومات اللي أنا باخدها لحضراتكم فأستفيد وأفيدكم. تاني حاجة، أنا بحب القراءة جدا، بقرأ في الدين وبقرأ في علم النفس وأحيانا بقرأ روايات. فالحاجات دي بيكون فيها معلومات مفيدة أو على الأقل كلمات وجمل ممكن بتغير حياتي، أنا أحيانا بتغير طريقة تفكيري، فممكن فعلا تغير حياة حد قدام، فبشاركها مع حضراتكم برضه. طيب ياسمين، الهدف، انتي هدفك ايه من هنا؟ اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. في نهاية الحديث هنلاقي جملة كده: علم ينتفع به. بكل بساطة أنا عايزة أعمل أثر طيب أو سمعة حسنة أو أعمل حاجة حد غيري يستفيد بيها وأفيد نفسي وأفيد غيري. ده كل هدفي من الشانل دي، وأي حاجة بتنزل على الشانل هو ده هدفها. وبطبيعة الحال أمي بتساعدني، بتنزل اللينك بتاعي على الشانل بتاعتها. دي حاجة طبيعية جدا لأنها أمي ولأنها شايفة إنه أنا بقدم حاجة أو بحاول أقدم حاجة. فأنا بحاول قدر الإمكان ما أضيعش وقت حضرتك أو حضرتك تماما، بحاول. ودي حاجة أمي مش بتفرضها على حد أو أنا مش بفرضها على حد. السوشيال ميديا هي ملك للجميع، ملك لكل الناس، وكل واحد حر في وقته بيقسمه إزاي وبيعمل إيه فيه وبيقدم إيه. فأنا لما أكون هنا فأنا مش بفرض نفسي على حد، وأمي مش بتفرضني على حد نهائي، ولا بأي طريقة. حضرتك حرة جدا جدا جدا. عايزة تسمعي حاجة هتفيدك، أهلا وسهلا على راسي والله. كلكم فعلا بجد بجد كل كومنتاتكم راقية ومحترمة جدا جدا جدا، فأنا بشكركم عليها جدا من قلبي. طيب، فهل حد من حضراتكم شايف ان الشانل دي مش بتقدم حاجة تفيدني او بتضيع وقتك او بتعمل اي حاجة تضرك، ف you can immediately leave my channel او تقدر تعمل unsubscribe وانت مرتاح الضمير والله. ودي حاجة هتبسطني لانك قررت تحافظ على وقتك، وده اصلا هدفي. بس كده، وربنا يعني يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. امين. السلام عليكم ورحمة الله.